الضربة 40 المنتخب الجزائري. الجزائري في مختلف المنافسات الوطنية. في ولاية برج بغريريج اليوم يعني تشرفنا كثير في كأس افريقيا. And also the president of the Algerian Federation of Cycling is nous acclamons s'il vous plaît le gagnant de cette première étape. اليوم ولاية برج بغريريج تشهد الانطلاق الرسمي للنسخة 23 لدورة الجزائر الدولية. هذه المنافسة التي فيها نقاط مؤهلة للألعاب الأولمبية، وتعرف مشاركة أكثر من 20 جنسية رياضية يمثلون 16 فريق. نظن أن المنافسة قوية، وكما تلاحظوا كل الأمور التنظيمية مضبوطة. بعدها سوف تكون مرور بعدة ولايات على غرار بسكرة، باتنا، قسنطينة، سطيف، سكيكدا، جيج، البجاية وتيزي وزو. ثم سوف تكون الجائزة الكبرى لمدينة الجزائر العاصمة كمرحلة اختتامية يوم 17 مارس من الشهر الجاري. يعني كانت إضافة كبيرة للرياضة البريجية وإضافة كبيرة للرياضة الجزائرية. هذه الدورة اليوم في مسار مغلق على مسافة 4 كيلومتر بوسط المدينة. I am happy that I can be here. So it's my second time to be in Africa. First time was in Benin, now Algeria. And the people are very nice. So yeah, it was nice how you welcomed us. So I like it.